أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. شايفين المبنى اللي قدامنا العتيق ده؟ المبنى ده أكبر مبنى في المنشية كلها. كلنا بنعدي عليه أو معظمنا يعني، وما نعرفش عنه أي تفاصيل ولا حتى بنعرف اسمه إيه. المبنى الجميل ده اسمه وكالة منفوراتو، ويرجع تاريخ تأسيسها في عام 1882، وبناها مهندس إيطالي أو صممها المهندس الإيطالي لويجي بايتولي. والمهندس المعماري لويجي بايتولي ده هو اللي صمم سرايا الحقانية أمام المبنى الناحية التانية. وكالة منفوراتو تعني أو معناها باللغة الإيطالية الكهف، يعني الكهف باللغة الإيطالية. زي ما احنا شايفين في محلات كتيرة جدا جدا تحت العمارة، وكمان في قلب العمارة في مكاتب كتير قوي. في مكتب للهندسة، وفي مكاتب محاميين، وكمان في مركز للصم والبكم، وفي استشاريين. يعني فيها مكاتب كتير. ومن أشهر الحاجات اللي موجودة داخل العمارة في قهوة علي الهندي، وهي من أشهر المقاهي اللي موجودة في اسكندرية داخل العمارة دي. هندخل دلوقتي ونشوف العمارة دي. على فكرة ليها أكتر من ممر، ليها 3 ممرات بيدخلوا من جوه. يعني ال3 ممرات دول بيدخلونا على القهوة بتاعة علي الهندي، وكمان مداخل العمارة. الناحية دي لو احنا جايين من على البحر هندخل من عند الجندي المجهول، وهندخل هنا، ودي العمارة. طبعا ليها زي ما قلت لكم 3 ممرات. دلوقتي احنا هندخل من ممر، هي بتكون ممرات ضيقة قوي. ما شاء الله المبنى اكتر من رائع، جميل جدا. قدامه قد ايه مساحة. احنا هنا هندخل من الجنب او الشارع اللي من الجنب. العمارة ليها 4 واجهات. احنا دلوقتي يعني هي معظم الممرات بتكون بالشكل ده. ده ممر منهم زي ما احنا شايفين، ده من الجنب. انا بوريكم يعني جميع الاتجاهات علشان تبقوا عارفين. هندخل من هنا، ده ممر ضمن الممرات، وهندخل على القهوة على طول. دي قهوة علي الهندي، وفي كمان قهوة تانية جنبها طارق الهندي. هما واضح ان هما اخوات، والمكان جميل جدا. من يعني يعتبر اشتغلت القهوة بعد المبنى كان 1882، والقهوة اشتغلت 1890. والقهوة كانت ملك سيدة يونانية كان اسمها ماريا، وماريا كانت مشاركة واحد اسكندراني كان اسمه علي، اللي هو علي الهندي. لكن بعد حالة تأميم سنة 56 طبعا الأجانب معظمهم مشوا، اليونانيين، وعلي الهندي هو اللي اشترى القهوة، والقهوة شغالة لحد وقتنا هذا. القهوة دي ليها أسامي كتير جدا. كان بيطلق عليها اسم خبيني، علشان اللي بيكون قاعد على القهوة مش بيشوف الشارع، أو اللي في الشارع مش بيشوف اللي قاعد على القهوة إلا من خلال الممرات الضيقة اللي بندخل منها. وكمان لها اسم الصم والبكم، دايما بيقعدوا عليها اللي هم الصم والبكم، لأن المركز موجود فوق في العمارة فبيقعدوا عليها. هي مشهورة بكده. طبعا كلنا شايفين قد ايه المبنى جميل، والتصميم أكتر من رائع، وهو أثري جدا المبنى. لكن هو مش مسجل ضمن مجلد التراث. يا ريت هيئة الآثار إن هي تهتم بالمبنى ده ويجددوه، لأن فوق خالص زي ما احنا شايفين السقف ده كان إزاز معشق، وألوانه كانت جميلة جدا. هما دلوقتي الإزاز مش موجود،
وهنا المبنى والرسومات اللي على المباني من الداخل حلوة جدا زي ما احنا شايفين. من زوار المكان هنا او المقهى الفنانين كتير جدا، منهم سعيد صالح وسيد زيان وسمير الاسكندراني وعلي الحجار، وايضا كمان كان بيقعد عليها الرئيس جمال عبد الناصر. المبنى هنا جميل جدا وعتيق قوي، لكن محتاج رعاية ومحتاج ترميم. ياريت هيئة الآثار تهتم بيه شوية، لأن مش أي حد اللي هو يعني هيرممه أو يجدده. دلوقتي هنطلع من فوق علشان نشوف المبنى من فوق. يلا تعالوا معايا علشان نشوف. اهو احنا وصلنا هنا، ده من فوق خالص من الروف. طلعت وصورت لكم المكان. المبنى الحديد ده اللي هو السقف بتاع وكالة منفروتو، المبنى اسمه كده. عايزة اقول لكم ان السقف الحديد ده اللي حاول المعماري يقلد بيه جاليري فيتوري ايمانويل في ميلانو. يعني شوفي هما هنا في ايطاليا كانوا بيقلدونا احنا. المبنى ده كان كله ازاز وملون ومعشق، لكن طبعا يمكن علشان حرارة الشمس بتبقى قوية كانوا خايفين على الازاز ان هو ينزل على الناس وهم قاعدين في القهوة. هنا بقى المبنى ده من الداخل السلم، حاولت اوريكم المبنى من الخارج ومن الداخل. طبعا جميل قوي المبنى، جميل من جوه ومن بره، حتى السلالم جميلة جدا. هو بس يعني عايز شوية اهتمام ويتنظف ويتعمل له صيانة ويدهن، هيبقى تحفة، هيبقى جميل جدا. الأرضيات تحفة بصراحة، رخام الجميل الإيطالي مفيش زيه دلوقتي، الحاجات دي مفيش زيها. بعد كده أنا صورت من فوق الشارع، من فوق الروف. المنظر حلو جدا من فوق، أكتر من رائع. أنا هسيبكم معاه وتتفرجوا براحتكم، وأتمنى إن المحتوى يكون عجبكم، ودايما دايما نلتقي في حب اسكندرية، وإلى اللقاء في مكان آخر.